السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نستكمل كورس الشوب دروينج بتاعنا، واحنا في الفيديوهات دي بنتكلم عن تفريد حديد الربشة. في الفيديو الاول اتكلمنا عن مقدمة عن الربشة وازاي بنحسب عدد الكراسي وازاي بنحسب الكوابير عندنا وطولها قد ايه، عشان قلنا بنخليها بره ونبقى عارفين من الفودر ازاي نشغلها في الكراسي والكوابير ان وجدت. تمام. واتكلمنا برضو ان احنا ابتدينا نفرد كده الحديد بتاع الرئه السفليه في اتجاه اكس اهو. ادي الحديد في اتجاه اكس اهو، ابتديت افرده وعرفت في الاخر ان هم عباره عن ايه؟ عن 8 طن. طب تعالى بقى في الفيديو ده عشان برضو الناس ما تملش مننا، نفرد الحديد السفلي ولكن في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. ادي اتجاه اكس وادي كده الراس ده اتجاه واي. تعال نفرد في اتجاه واي. قلنا عشان افرد حديد بعمل ايه؟ بعمل لاين عند نقط التغير. تمام. فهاجي بامر لاين كده ومشغل القرص الجميل بتاعي، وممكن اطوله كده وابتدي اعمل منه ايه؟ اعمل منه اوفست. تمام. بعد كده عندي ثرو عند كل نقطه تغير اهو. انا عندي نقطه تغير هنا عند الكابوري، يعني السيخ اللي هيترسم هنا مش زي السيخ اللي هيترسم هنا. تمام. وبعد كده ادي عندي نقطه تغير هنا. تمام. وبعد كده عندي نقطه تغير هنا يعتبر جنبها، هي مش هتفرق كتير. تمام. بس خلينا نمشي صح اهو، نقطه تغير هنا. تمام. بعد كده ممكن بقى اضغط هنا واضغط هنا كلمة مالتيبلاي عشان يبقى السيخ ايه؟ مكمل معايا على طول كده. بعد كده عندي نقطة تغير هنا يا هندسة. تمام. نقطة تغير ياما شوية. بعد كده عندي نقطة تغير هنا عند الكوابير. وبعد كده نقطة تغير هنا عند الجزء اللي هيبقى فيه كوابير. بعد كده انا عندي نقطة تغير تانية، عندي نقطة تغير هنا مظبوط. وبعد كده عندي نقطة تغير صغيرة جدا هنا. جميل. بعد ما خلصت الحاجات دي ابتدي ارسم ايه؟ الدايمنشن بتاعي. قلت بعمل ازاي؟ اجي على طول من امر دايمنشن، او ممكن على طول من قائمة انوتيت اخش هنا واروح جاي عامل الدايمنشن كده بالشكل ده. المفروض من هنا اهو بداية الدايمنشن بتاعي، المفروض من هنا اهو. ادي الدايمنشن. وبعد كده اروح جاي مختار كلمة كونتينيو، هبص هلاقي باقي الدايمنشن ايه؟ اترسم معايا ببساطة شديدا بدون اي ايه؟ بدون اي مشكلة اهي. مجرد بس ما بتضغط بالكليك كده بالماوس بتبص بتلاقي ايه؟ الدايمنشن اتعمل معاك ببساطة اهو كده. ماشي. هيفضل الدايمنشن الصغير ده ماشي يا سيدي، ده مش هتفرق اهو، نعمله يعني مش ده اللي هيزعلنا في حاجة اهو. ممكن اضغط دايمنشن واروح جاي من هنا كاتب ايه؟ الدايمنشن الصغير ده. تمام. يبقى انا كده خلاص عرفت الدايمنشن بتاعي وعرفت كل سيخ هيمشي من فين لفين. خلاص النقط دي كانت بتساعدني، شكرا منها، مش عايز منها حاجة. تمام. خلاص مش عايز منها اي حاجه. نبتدي بقى نرسم ايه؟ نرسم الاسياخ. طيب نبتدي باول سيخ. اول سيخ كده هندسه ده سيخ محكوم صح؟ واحد هيجي يقول لي هندسه خلي بالك انت قلت لي ان ده الكور صح؟ وهنا في فتحه اسانسير، فمعناها ان الحديد السفلي هيقف هنا. ده احنا لو كملنا بالحديد كده دخلنا جوه تخبيط الاسانسير. اقول لك لا، الكلام ده مش صح. ليه؟ لان انت لو جيت بصيت دلوقتي هتبص هتلاقي ايه؟ هتبص هتلاقي يا هندسه الحديد السفلي مكمل اهو. يبقى في الحديد السفلي في الاتجاهين فرش وغطا، ملوش دعوه بالتخبيط بتاع الاسانسير. تمام. يبقى الحديد السفلي مكمل. طب يلا كنت برسم ازاي؟ دي طبعا قطعيه محكومه مش هقدر اتحكم فيها. باجي عند الريفورسمنت. تمام. لقيتها مش متظبطه اروح جاي مظبطها، اختار هنا التي واجي هنا هندسه اروح جاي مختار قطر 18 والكفر عندي 5 سم، والسيخ بيجري من هنا ويجري من هنا، والرجل دي 90 وطول الرجل متر 10، والرجل دي برضو 90 وطول الرجل متر 10. تمام. واكتب 2 بوينت وابتدي ارسم اهو بالشكل ده. لقيت السيخ بص الرجل جايه كده، لا انا عايز الرجل تبقى الناحيه التانيه صح؟ اروح جاي دايس حرف الاس بس قايل لك تحت اهو تضغط حرف الاس السايد، بدل لك السايد واحنا جايين راسمين اهو السيخ بمنتهى البساطه. سيبك بقى من الديسكريبشن والكلام ده دلوقتي. يبقى السيخ ده هيتحرك في المسافه دي. طب نيجي بعد كده المسافه التانيه اللي هي 11 او متر و11. ارسم السيخ اهو ببساطه برضو ان انا هاجي من هنا هندسه اهو برضو اعمل سايد. تمام. هو راح جاي مكمل لحد هنا السيخ. طبعا هيقول لي السيخ ده عايز يتقسم، هقول له تمام. واركز برضو ان انا خلي بالي من منطقه اللي بتكون فيها اعمده. طيب الراجل قال لك ادي السيخ اهو. تمام. مكمل هنا اعطيك سيخ 12 وسيخ 12 وبعد كده حته كام؟ حته متر 96. لا بيتهيألي الكلام ده مش هيناسبني. جميل. لان خد بالك ان انت عندك هنا بص الوصله جايه عند الاعمده بالظبط.
وهنا الوصر يعتبر جاي عند الاعمده بالظبط. ابتدي اغير في الوصولات عشان اوصل لحاجه كويسه. طيب لقيت عندي وصر هنا، بص كده يا هندسه، 8 متر 65 و8 متر 65 و8 متر 65. هل الوصرة دي بالنسبة لي هنا في مكان مقبول كويسة؟ طب والوصرة هنا بالنسبة لي برضه في مكان مقبول كويسة، مظبوط. طب واللي هيتفضل يا هندسة انت كده هيتفضل من السيخ كام؟ هيتفضل من السيخ 3 متر 40. قطعية ممتازة وجميلة وممكن تشتغل معايا برضه في الكراسي، صح ولا مش صح؟ يبقى هتشتغل معايا في الكراسي. يبقى انا بالنسبه لي الكلام ده مهم، والفضل مش هتبقى ياما لان هي هتتكرر في متر واحد، فانا هعتمد الكلام ده وموافق عليه وادوس ايه؟ وادوس اوكي. جميل. ونيجي نكمل نرسم السيخ التاني اهو يا هندسه. من هنا زاويه 90 ومن هنا برضو زاويه 90 وهنا الرجل كانت متر وعشرة، مظبوط. وقفل هنا حضرتك وقفل لي هنا حضرتك وتعامل هنا اعمل لي ايه؟ اعمل لي هنا 2 بوينت اهو. منين يا هندسه؟ من هنا، واعمل حرف الاس عشان تعدلها لحد فين؟ لحد هنا. نشغل القرص ومفيش مشكله لحد هنا اهو. تمام. لقيته ان هو 23 43. قسم لي السيخ يا هندسه. طب هل التقسيمه دي تلزمك؟ يعني هل ينفع يبقى عندك حته متر 59 كده؟ هي بصراحة بالنسبة لي أنا مش لازماني. لا هندسة القطعية دي مش مظبوطة، وعندي هنا سيخ جاي على العمود وسيخ هنا جاي عند العمود، لا. طيب افرض أنت خليتها التقسيمة دي مش هتزعلني صح؟ أو التقسيمة دي مثلا هتخليها مثلا 6.79، يعني قول مثلا 7 متر تفضل قطعية، 5 متر 20 دي قطعية ممتازة، مظبوط. وهنا الوصرة برضو، هل الوصرة طب في مكان ممتاز؟ هنا الوصرة في مكان ممتاز اهو في نص البحر. طب وهنا الوصرة هندسة؟ لا هنا الوصرة عند عمود، لا. يبقى الكلام ده مش هيناسبني. طب نشوفه خيارات تانية. 8 53 اعتقد الخيار ده هيكون ممتاز. ومتبقي حتة 3 متر برضو هتشتغل معاه. وخلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا، الفضل اللي انا بكتبها ال3 متر اللي عندي دي او ال3 متر ونص، الكلام ده انا هستعمله كويس جدا وانا شغال في الجزء ده. تمام. يبقى انا طول ما انا كاتب عندي، طول ما انا عارف افرط كويس وطول ما انا عارف اشتغل كويس. طب سؤال، ليه احنا ما فردناش السيخ ال 12؟ لان كان هيجي عند عمود بالظبط. طب ممكن افرد السيخ ال 12 واجي بعد كده اعمل وصه 1.3، ممكن. ولكن انا وانا بفرط انا عارف ان الفضل اللي هتتبقى انا هشغلها في ايه. تمام. عشان بس ايه؟ نبقى احنا كده ماشيين تمام والدنيا مظبوط. جميل. ونيجي على السيخ التالت اهو هندسه. ريفورسمنت. اعدل بس شويه عشان بس الجهاز فصل مني، عشان كده رجعنا لازم نعيد الكلام ده تاني اهو. سيخ برجل، الرجل دي هندسه 90 والرجل عندي متر و10، تمام. والرجل دي عندي 90 والرجل دي عندي برضو متر و10 اهو. موضوع بسيط وجميل جدا. هتبتدي ادي نقطه البدايه عندي اهي هندسه، تمام. تعمل اس بس عشان تعدل الرجل، وادي نقطه النهايه اهي هندسه بالنسبه لي، تمام. واقسم السيخ. قسم لي السيخ عايزه كده؟ لا انا مش عايز التقسيمه دي هندسه. ممكن التقسيمه هنا بيقول لك هنا سيخ 8 متر 35 كويس برضو. وعندي هنا 86 و86 دي اسياخ كويسه، ولكن الوصله هنا جايه لي هنا، مظبوط. ولكن الوصله هنا جايه ايه؟ هي بصراحه عند عمود، فطبعا مش هينفع تكون الوصله هنا عند عمود. لازم ساعتها ازود الوصله دي، اخلي الوصله دي اكبر من ايه؟ اكبر من 60 فاي. طيب والحتت الباقيه هتلزمني. يعني انا مثلا لو عندي هنا 7 متر هيتفضل مثلا حته 5 متر وهنا حته 5 متر ممتازه، تشتغل معايا كويس، ممتازه جدا، مفيش اي مشكله. فانا برضو ممكن اعتمد الكلام ده عادي اهو. اعتمدته، سيب لي الديسكريبشن دلوقتي. وكمان عشان حاجه تانية، عشان الوصولات ما تبقاش على خط واحد، ما يبقاش عندي الوصولات كلها ماشيه على خط واحد. مهندس التنفيذ بقى بيعمل ايه؟ بيبدل. يعني مره بيحط السيخ ده هنا، مره بيحط السيخ ده هنا، بحيث ما تبقاش كلها على خط واحد. طيب نيجي بقى نشوفوا الوصله الثالثه اللي هي في ال70 سم دي، الوصله الصغيره بنفس الفكره بالظبط. اروح جاي راسم السيخ كده اهو من هنا، اللي هي الوصله اللي عند ايه؟ عند الجزء اللي فيه الكابوري ده، تمام. واكمل بالسيخ اهو هندسه لحد هنا اهو بالشكل ده. نفس الكلام بالظبط. انت محتاج تقسم السيخ ده عشان يكون سيخ كويس. طب سؤال، هنا الوصله 12 جايه في مكان كويس، اما هنا الوصله 12 لا هي مش جايه في مكان كويس، تمام. فانا محتاج برضو ان انا اعدل الكلام ده. طيب تعالى كده نعدل في الكلام ده. بص يا هندسه، انا اخترت ايه؟ انا اخترت العلامه دي
وجيت هنا اعدل بنفسي. طيب اول سيخ ده انا ممكن اخلي السيخ ده سيخ 9 متر، يبقى انا حطيت هنا وصله عند 9 متر. تعال نشوف الوصله التانيه اتحطت لي فين. الوصله التانيه جات لي هنا في مكان برضو مكان مش كويس، والوصله التالته بقت 4 متر 90 بقت 5 متر. هي ممتازه بس الوصله هنا جايه برضو عند مكان عمود شويه. طب ايه رايك اخلي الوصله دي 10، يعني اخلي السيخ ده 10 وهيتفضل لي حته 2 متر تشتغل معايا برضو مفيش مشاكل، ممكن تشتغل معايا في الكوابير. فراح جاي اقول لك مثلا هخلي السيخ ده 10. تعال نشوف كده، بقى عندي السيخ هنا 10 والسيخ هنا بقى 12 والسيخ هنا بقى 3 متر 91. انت بص يا هندسه، تفريد الحديد انت بتدور على حاجتين، بتدور على اقل هالك حديد وبتدور ان يكون شغلك ووصلاتك صح. لا هندسه السيخ ده لما بقى 10 ما بقاش في مكان مظبوط. طب ايه رايك اخلي السيخ ده 12 زي ما كان؟ لقيت السيخ اهو بقى 12. فين الوصله؟ اهي الوصله بقت عندي هنا. طب والوصله التانيه لا مش هينفع. طب خلي السيخ ده 8 ويتفضل حته 4 متر هتكون ممتازه. جميل كده بيتهيألي السيخ اتظبط. هحط السيخ ده 8 اهو، بقت الوصله هنا موجوده، وبعد كده السيخ 12 وبعد كده سيخ كام؟ سيخ 6. طب لو خليت السيخ ده 8 انا بجرب معاك بحيث ان انت توصل في الاخر لاحسن حاجه. احنا بنجرب اهو. لا هنا الوصله 8 مش هتنفع خالص. طب لو خلينا الوصله دي، بص احنا عمالين نجرب اهو بحيث ان الوصولات تبقى مظبوطه وكويسه معايا. طب انا هخلي الوصله دي 9 هندسه واخلي الوصله دي 9 تمام، واشوف الوصله دي بقت كام؟ بقت 9. يبقى انا عندي 9 و9 و9. طب لا برضو مش متظبطه. طب انا هخلي الوصله دي 10 ونص تمام، طلعت وصله ممتازه اهي. وبعد كده الوصله التانيه 9، وصله في مكان برضو كويس ممتاز، ممكن اخليها 8. بص انا بس ليه بعمل كده؟ عشان ابين لك ان انت ممكن تعدل، البرنامج بيتيح لك ان انت تعدل الوصلات زي ما انت عايز، بحيث ان انت في الاخر توصل لمكان وصله ممتاز وما يكونش عندك هدر في الحديد. طب انا عندي هنا هدر حته متر ونص صح كده، وعندي حته هنا 4 متر وعندي حته هنا 7 متر 40. تشغلهم انا ما عنديش مشكله، دول هشغلهم. فدوس اوكي وانا اعتمدت كده الجزء ده. طيب في واحد بيجي يقول لك يقول لك انا هفرد السيخ ال 12، جالي عند وصله هحطها متر 30، ما جاليش عند احط الوصله متر 30، لو جالي عند عمود احط الوصله متر 30، ما جاش عند عمود يبقى خير وبركه. ماشي، كل واحد زي ما هو عايز. انا بالنسبه لي ببتدي احط الفودر بره عندي واشوف ازاي هقدر اوفق الحديد عشان اوصل لاقل هالك حديد، والحمد لله دايما هالك الحديد اللي عندي مش بيتعدى ال 2%، مش بيتعدى ال 2%، عشان احنا شغالين وبنفهم مش شغالين وخلاص. ده كده بالنسبه للحديد السفلي هنا. طب هنشتغل في اللي بعدها ونشتغل في اللي بعدها. جميل، تعالى ناخده واحده كده عند المتر 35 دي اهو. يلا ريفورسمنت اهو من هنا لهنا هندسه، خلينا ماشيين واحده واحده اهو. مش هنزعل حد يعني اهو. في الجزء ده اللي هو 56 اهو هتطلع بنفس نفس الفكره اهو. هتقسمها، شوف انت عايز تقسمها ازاي، والله عادي دي مش هتفرق يعني. انا حتى لو حطينا موصلات جنب زي دي بالظبط مش هتفرق اهو. انا هختار علامه الايد واحط هنا مثلا اخلي السيخ 12. ما السيخ 12 بيجي في مكان مش مظبوط. طب خلاص ادي سيخ 9 هندسه، وبعد السيخ 9 ماشي اخلي السيخ 12 مفيش مشكله بقى في الجزء ده، واخلي الحته دي 5 متر. ما 5 متر دي بص بقى لو تفتكر كان عندي هنا كام؟ 7 متر. ال7 متر هيتفضل 5 متر هتشتغل هنا في الجزء ده. يبقى انا كده بوفق زي ما انا شايف صح. هتقولي الوصله دي كانت عند عمود، ماشي نبقى نزود طول الوصله شويه مفيش مشكله تمام، وادوس اوكي. والكلام اللي انا بقوله ده كلام في الكود مش بقوله من عندي، وهكذا نيجي نكمل. انا عندي بعد كده الوصل هنا عند متر كام؟ متر 53. الجزء ده اجي عند الريفورسمنت اهو، اجي امسك كده من هنا اهو واروح جاي عامل واروح جاي مكمل اهو يا هندسه حد هنا. هيقولي السيخ عايز تقسمه، هقول له قسمهولي. الراجل قسم لك سيخ 12، بقى عندي وصله هنا جنب عمود، بعد كده السيخ ال 12 التاني وصله جنب عمود، بعد كده عندي سيخ 4 متر ممكن نمشيها
مفيش مشكله، ولكن لو عايز تعمل شغلك صح المفروض الوصله دي متبقاش هنا جنب عمود. خلاص يبقى نعمل الشغل مظبوط، ما انت في ايدك نعمل الشغل مظبوط. خلاص انا هخلي دي هندسه، هقسم او تعال نشوف الخيارات اللي هو البرنامج هيديها لي. البرنامج بيقول لك حط سيخ 12، بعد كده سيخ 4، بعد كده سيخ 12 تاني. لا طبعا، يبقى بص الوصلات جت فين. لا مش موافق على الكلام ده، هي وصله جايه جنب عمود ومن هنا جنب عمود، لا الكلام ده مش هينفع. طب خلاص الراجل بيقول لك حط سيخ 8، حلو، وبعد كده عندك وصله تانية عند سيخ 8، وبعد كده سيخ 8. بص هو بيديك مجموعه من الخيارات بحيث ان انت تختار. طب انا ولا عايز كده ولا كده، خلاص انا اختار بنفسي مفيش مشكله. اخلي ال8 دي هندسه عندي 9.5، اتفضل لي حته 2.5 برضو كويسه ممتازه تمام اهو. وبعد كده السيخ اللي بعده 12، وبعد كده السيخ اللي بعده كام، هيبقى 6.5. ماشي مقبولة ما تزعلش مفيش مشكلة. انا ممكن اخلي السيخ ده مثلا برضو 9 تمام اهو. يبقى انت خليت السيخ ده 9.5، وبعد كده السيخ ده خليته 9، بعد كده الحتة دي 9.5. فين السيخ اهو، ممتاز اهو ممتاز تمام. طب هندسة انت كده بتهدر، هيفضل التلاتات ياما هنشغلها في الرقة العلوية، ما تقلقش كل حاجة هتشتغل معانا زي ما انت عايز. احنا قلنا في عمالين نعيد ونزيد، انت قدامك طريقتين، يا اما هتفرد السيخ ال 12 وبعد السيخ ال 12 تعمل وصلة مقدار الوصلة 1.3 فاي، يعني 60 فاي وتزود 30%، يا اما هتشتغل زي ما احنا عاملين كده والهدر كله او الفضل هتشغل تمام. طيب انا هوقف لحد كده عشان الفيديو، وابتدي بقى نشتغل فين في الديسكريبشن. هندسه يلا اعمل لنا الديسكريبشن اهو. اجي كده عند البار ديسكريبشن اهو واروح جاي مختار. طب انت دلوقتي بتقول لي ان الربشه 8 فاي 18، طب ال 8 فاي 18 هتمشي في قد ايه؟ او تمشي في 2 متر 82 اهو. يبقى عندي 22 سيخ، يعني 23 سيخ بالبادي عندي 24 سيخ. اقول لك يا هندسه هو ده كده الديسكريبشن بتاعي، لكن هو جاي من السيخ اللي هناك، لا انا عايز السيخ ده يبقى بار ديسكريبشن اهو. السيخ ده هندسه طوله 7 متر و1، قطعيه ممتازه جميله. طيب وعندك بعد كده قلنا ده عدده كام؟ 24 اهو. 24 سيخ اهو هندسه زي الفل يا باشا اهو تمام. تحط لي الديسكريبشن بتاعي. طيب نيجي بعد كده بار ديسكريبشن عند السيخ التاني اهو، اجي هنا وادوس انتر. طيب السيخ ده ماشي في حته قد ايه؟ متوزع في مسافه متر و11، فمتر و11 اضربها في 8 هتديني 9 اسياخ اهم يا هندسه، 9 اسياخ تمام. فين السيخ؟ ابتدى منين؟ اهو الديسكريبشن ده بتاع السيخ ده، حاضر اهو. ادي هندسه السيخ اهو، حطينا السيخ. طب والديسكريبشن التاني بتاع السيخ اللي في النص، حاضر يا هندسه اهو، حطينا السيخ اولويز تمام. والديسكريبشن التالت بتاع ايه؟ بتاع السيخ ده، عشان بس تبقى الدنيا متظبطه ومظبوطه. طيب عايز اعدل بقى في السيخ ده والسيخ ده او في الديسكريبشن ده اهو، موديفيكيشن اوف ريفورسمنت ديسكريبشن. هندسه لو سمحت دول 9 اسياخ اكتب 9 تمام. هندسه لو سمحت هندسه دول 9 اسياخ، حاضر 9 اسياخ اهو، مفيش مشكله خالص والدنيا جميله. طيب نكمل الديسكريبشن مع بعض اهو. ديسكريبشن اهو بالشكل ده انتر تمام. المسافه دي قد ايه يا هندسه؟ 3 متر 15، يبقى 8 في 3 متر 15 يساوي 25 سيخ، 6.2 يعني 26 ايه؟ 26 سيخ اهو. تعالى يا هندسه يا جميل اهو، دي 26 سيخ. ادي اول بار ديسكريبشن اهو تمام، وادي تاني بار ديسكريبشن. حطه بس وبعد كده هنعدله مفيش مشكله، دوس يس تمام. هاتوا هنا برضو حط الديسكريبشن التالت اهو. بص الجمال، احنا كده فهمنا وتعلمنا وعرفنا ازاي نشتغل. طب دول كام يا هندسه؟ دول 26. عايز اعدل الديسكريبشن ده اهو 26. طيب اهو كام؟ 26 جميل، وهكذا هتكمل. يبقى احنا اتعلمنا نفرد وتعلمنا كمان نطلع ايه، نحط الديسكريبشن على الرسمه. طيب
تعال بقى نشوفه دلوقتي. لحد دلوقتي الحديد اللي احنا رسمناه ده قد ايه؟ انت كنت قايل لي ان هو في الرقه السفليه هنا كانوا 8 طن. طب هل الحديد زاد؟ منطقي، لان انا اشتغلت هنا برضو حديد في الرقه السفليه في اتجاه واي، انا ما كملتوش ولكن ضفت بعض الاسياخ. طب اعرف الكلام ده ازاي؟ اولا هتشيل ده خالص اهو، تمام، وتيجي بعد كده من هنا من عند مين تيبل فوق، وتروح جاي مختار هنا سيلكشن او اور. طب ايه الفرق بين اور وسيلكشن؟ ما هو هندسه اور يعني هيجيب لك جدول بكل الاسياخ اللي انت رسمتها، سيلكشن لو انت عايز اسياخ بعينها. جميل، فهدوس اور اهو، فراح جاي الراجل هتلاقيه ضفرك بقى ايه شويه الاسياخ اللي انت حطيتهم في الاخر بعددهم. طيب عشان اعرف ال8 طن دول بقوا قد ايه دلوقتي بعد ما انا ضفت الاسياخ دول، هروح جاي هنا عامل ايه سمري تيبل، تمام، وادوس يا سيدي اور، مفيش مشكله، ما انت ما رسمتش اسياخ غيرهم، واروح جاي عامل ايه السمري تيبل كده. هبص الاقيهم بقوا ايه، بقوا 10 طن 203 كيلو. يعني انت في كام سيخ دول زودت فيهم كام؟ 2 طن. طبعا انت لو كملت الرسمه هتلاقي عندك عدد اطنان ازيد بكتير، بس احنا خدنا الفكره، فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الرقه العلويه في اتجاه اكس، ونشوفه بقى ساعتها عند الاسانسير هنا هنتعامل ازاي، وازاي هنرسم التفصيله بتاعه الاسانسير. تمام، تحياتي سيفر سينا من كورس الشوب دروينج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.